السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقابلة مع الكابتن مرتاح من المنتخب الأساسي. أما المنتخب الناشئين فلهم أغلى تحية ورفعوا رؤوسنا. أولا عرفنا عن اسمك وعن مسيرتك الكروية كابتن مرتاح. اسمي الكابتن مرتاح، من مواليد عام الفيل. لعبت أكثر من 3000 مباراة في الحواري، في الزقاطيط، في البيوت، في الملاعب. وهدفت تقريبا 25,000 هدف، من نصهم تبلكيتات وأوتات ومدحزات. وشكرا. توفيت في عام 2000. طبعا كابتن مرتاح، أود أن أسألك لماذا اللاعب في المنتخب يصل إلى المرمى ويضيع الهدف؟ يعني إيش سبب المشكلة كابتن مرتاح؟ والله يوصلوا لها هناك انه البوت يكبر من مقاس رجله، يوصل يشوط الكرة والبوت يتخاف تضيع الكرة ما يقع الهدف. طيب كابتن مرتاح الله يفتح عليك كابتن مرتاح. طيب السؤال، متى تتوقع أن نأخذ كأس العالم؟ والله نتوقع ناخذ كأس العالم عندما يطلع العالم كلها الفضاء، ما نبقى الا احنا ونبص الله ضبط المباراة ماشي. الله يعني لهذه الدرجة؟ والله مشاهدي الكرام يعني شيء غريب جدا لما يطلع العالم الفضاء. طيب كابتن مرتاح، ماذا يحتاج اللاعبون لكي يصنعون هدف؟ يعني ماذا يحتاج اللاعب؟ يحتاج اللاعبون الى مرمى متحركه يكون القدر كره كابتن مرتاح والله عرفت لماذا اسمك كابتن مرتاح. طيب سؤال، لماذا الكرة بشكل أساسي تدهور؟ نريد أن نعرف ويعرف المتابعون يتابعونك في جميع أنحاء العالم طبعا، لماذا الكرة بشكل عام في هذا التدهور؟ لماذا الكرة تدهورت وأصبحت لا شيء؟ تدهورت الكرة اليمنية أو الكرة العربية بشكل عام والعالمية عن المستوى السابق، إنه والله مارادونا تقريبا توفى، أنا متأكد من الخبر. واللاعبين زين الدين زيدان صلع ولا تعب هذا شوية يعني زكام من البرد ولا إن شاء الله خير. كابتن مرتاح، ككابتن أنت من أثروا فيك يعني من اللاعبين؟ تأثرت من الكابتن رابح والكابتن ماجد. أبصرت له ما كنت شفت الكرة كان يطرح رجله يركزها على المضاد. كنت أتمنى أفعل نفسي تتقلب أتنابط بقى إن شاء الله هذا الأسبوع. وأيضا كان يتبلد في أسبوع في الجو ما يرزي، كنت تبصر أسبوع في الجو هذا. أحلى لقطة عندي إنه بقت كان هدف فيها البطولة. جلس يفكر بحياته الطفولة، كيف دخل المدرسة وكيف خرج، كيف تعرف على مدرمان وكيف يا عمي لا هالطفل لو قد طلعت روحي. عندي إشكالية أنت كمذيع يعني ومثقفة وش يسألك سؤال؟ ما أدري إيش كان كابتن ماجد وزملائه كان يخرجوا يلعبوا ولا بعد التحميم في راسهم ذهبوا. لا كابتن مرتاح، أنت أخطأت. هو ليس صابون، نعم ليس صابون وإنما هو الرسمة. ركز يا كابتن مرتاح، حرجتنا من المشاهدين. كابتن مرتاح لا. طيب رسالتك الأخيرة كابتن مرتاح للمنتخب أو للاعبين؟ شوفوا أنا رسالتي إنه لو يلاعبونا في الحواري والله لا نهزمون 20 هدف. احنا متعودين نلعب في الحواري في حافي حتى يلعبنا حافي وسط التراب والله لا نهزمهم، ولكنهم بيلعبوا لنا وسط ملعب بندحوس، احنا متعودين على الملاعب. طيب أود أن أسألك قبل أن نختم، لماذا خرج المنتخب بسرعة فائقة؟ لماذا خرج المنتخب بشكل سريع؟ أتوقع خرجوا الفريق. أنا قد قلت لهم كابتن لو بطحوا بكسر حاكيهم، يصير حاكي أبوهم والله لا يلدمهم للدم، ليش طردتم على ليش فعلوا؟ فضروا الكرة قطعت حاجة أبوهم. عفوا مشاهدي الكرام، والله قابلنا شكلنا مع نقوتي والله ما أدري لا خاطركم. نلتقي في مقابلة مع كابتن آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر